الأطراف بالنسبة للأطراف ليش تصيبها هذه بالذات الأطراف؟ يعني واحد يقول مثلا دخان في فمي ورجولي انعدمت، ايش علاقة الرجول بال ها؟ في الأطراف عشان نهايات الشرايين والأعصاب كلها هناك. نهايات الأعصاب والشرايين. طيب ايش جاب الدخان فيها؟ في الدم مادة النيكوتين تصل إلى الدم فتضرب الأطراف. ليش الأطراف بالذات؟ لأن الأطراف هي أضعف شيء. شفت الحين لما يجيك برد ايش أكثر شيء يبرد فيك؟ أطرافك، إذا دفيتها خلاص لأنها ضعيفة فتنعدم. سبحان الله. طيب يا شباب أنا أبغى أسأل سؤال، من هو أكبر قاتل في التاريخ؟ أكبر قاتل التاريخ؟ تدخين. ها هتلر يقول. بسم الله الرحمن الرحيم. ها قاتل نفسه عسمه أنتم بس. جاوب شيخ. في مدرس تاريخ جاء الفصل قال لهم من الذي قتل عمر بن الخطاب؟ الفصل كله يقول ما هو أنا. قال يا من قتل عمر بن الخطاب؟ كلهم يقولوا ما هو أنا. راح نادى لهم المدير. لما نادى لهم المدير قال له ايش في؟ قال تعال شوف طلابك ايش عندهم. وراح جاء عند المدير طلع أخص منهم. قال لهم قدام قال من قتل عمر بن الخطاب؟ كلهم يقول والله يا استاذ ما هو أنا والله. راح قال المدير لما شاف الحلفان وهذا قال استاذ يمكن في الفصل الثاني. طيب يا شباب أكبر قاتل في التاريخ هو هذا. تبغى حصد من أرواح البشر أكثر مما حصدت الحرب العالمية الأولى والثانية مجتمعتين. اجتماع القتلى هذا هو القاتل الفتاك. أول كانوا يقولوا أكبر قاتل في التاريخ أبو مسلم الخرساني، رجل هو اللي نقل دولة بني أمية بين العباس، قتل مليونين شخص، لكن هذا قتل ملايين اللي هو إيش؟ التبغ. يوجد فيه كم مادة سامة؟ 4000 مادة سامة. كم مادة سامة؟ أبرزها النيكوتين. ها؟ أبرزها النيكوتين. إيش؟ أبرزها. أيوة فيها النيكوتين وكل هذه مواد اللي شو اسمه هو الأمونيا، النفتالين، هذه كلها مواد إيش؟ مواد هذا. طيب منها 100 مادة مسرطنة تسبب مرض السرطان، ومرض السرطان هو اللي شفناه. شوفوا هذه بداياته، يطلع أول شيء قليلا على نسأل الله العافية على الفك، بعدين هنا شوفوا هذا بالله يا شباب، يعني السرطان افترس فمه، أعوذ بالله، افترس الفم وقشع اللحم. هذا بالله كيف الحين يأكل ولا كيف يشرب؟ يستطيع يأكل؟ ها؟ لو جاء عليه شيء مالح يتألم، لو جاء عليه شيء حلو يتألم، لو جاء عليه شيء حامض يتألم. الأكل كله إيش؟ الأكل يا حامض يا حلو يا مالح، صح ولا لا؟ يقدر يتزوج؟ يعني تنتهي الحياة يا شباب، نسأل الله العافية. وهذا الإنسان هو الذي إيش؟ جنى على نفسه. إذا يوجد فيه كم مادة سامة؟ 4000 مادة سامة، منها 100 مادة تسبب مرض السرطان، مسرطنة. تمام يا شباب؟ ومرض السرطان هو اللي شفناه هنا، وهذا كذا يعني هذه بداياته. بعدين البؤرة اللي وراكم عبد العزيز قبل شوية، بعدين يبدأ يخرج، بعدين شوف هذا سرطان الغدة، هذا طبعا إنسان ميت. هذه لقطت الصورة خلاص هو في يعني عندما توفى. التبغ هذا عندما كان عشبا أخضرا لا يوجد، اسمعوا المعلومة العجيبة هذه، حيوان يتغذى عليه ولا طائر يتغذى عليه ولا حتى حشرة تتغذى عليه. أبو فهد سوى تجربة، يقول مرة أخذت التبغ وحطيته في محل فيه ذباب، يقول ما يقع عليه الذباب أبدا. مرة كنا في مدرسة ومدرس اداني المعلومة هذه، يقول ما أدري هو كان في نفس الدولة في يوغوسلافيا، فيقول وجدت يعني نظرت إذا مزروعات يعني جميلة جدا. بعدين سألتهم قلت لهم إيش هذا؟ قال هذا التبغ. قلت لهم أنتم مسلمين سبحان الله وترسلوا لأبناء المسلمين قال لا والله هذه المزروعات ايش نسوي فيها؟ بعد ما نجففها ونحطها مبيد حشري للحشرات. إذا حطينا رشيناها على المحصول ما في حشرة تقرب هذا المحصول. يعني الحشرات تخاف منه، مبيد حشري يا جماعة الخير. ها؟ كذلك لا يوجد حيوان يتغذى عليه. الحيوانات تعافوا. ومنظمة الصحة سوت تجربة، ايش هي؟ جوعوا أبقار لمدة 3 أيام. تعرف البقر؟ البقر الأخضر واليابس يلهف، صح ولا لا؟ طيب كيف بقرة وجوعتها؟ يا لطيف ايش راح تاكل ذي؟ لو تجيب لها حديد يمكن تمشيه، صح ولا لا؟ طيب فسبحان الله العظيم، يعني قلنا يا شباب معايا بالله يا شباب، قلنا كم؟
لا قلنا جوعة بقر لمدة 3 أيام. بعدين الآن أطلقوه على أيوة التبغ، على حقل زراعة تبغ. طبعا أيوة البقر من بعيد شاف الخضار وقال إيش؟ قال الحمد لله فرجت يعني. من بعيد شاف الخضار قال عز الله خلاص الحمد لله انتهى الصوم، صايم وبدون أجر مسكين. المهم سبحان الله حتى وصل إلى وصل المزرعة. عندما وصل إلى المزرعة شم رجع ونكص على عقبيه ولم يذق ولم يطعم منه شيئا. مرة كنت أقول هذه المعلومة في مدرسة، فواحد من الطلاب يقول لي والله البقر يعرف مصلحة نفسه. يقول ايش رايكم في البقر العجيب هذا؟ وكثير من الناس للأسف يعني يقع في هذا الشيء. أسأل الله أنه يعني الحماية لنا ولجميع المسلمين. إن شاء الله أنا ما أحسن منهم يعني عشان لا نجرح المشاعر. يعني إن شاء الله أنه المدخن أقوى، وشعارنا أنت الأقوى بإذن الله، أنه جميع المدخنين إن شاء الله يتغلبون على آفة التبغ هذه. وإن شاء الله شبابنا رجال وشبابنا الحمد لله عاقلين، وأمتنا الحمد لله واعية، وبإذن الله تحمل كل واحد يحمل في قلبه لا إله إلا الله. وإن شاء الله أنهم يتغلبون على هذه الآفة ويكونون هم مكافحين لإيش؟ للتدخين بأنفسهم. كذلك يوجد فيه 400 غاز سام. كم غاز سام؟ 400 غاز سام. منها مثلا من الغازات السامة غاز أول أكسيد الكربون. هذا أعوذ بالله منه غاز يعني يسموه القاتل الصامت. يسموه القاتل إيش؟ القاتل الصامت. ليش القاتل الصامت؟ يقتلك بدون لا تنتبه. ليش؟ لأنه لا لون له ولا طعم ولا رائحة. بعض ساعات الدفاع المدني ينشر يعني تحذيرات أيام البرد، يقول لا تتولعوا الفحم في الغرف. ليش؟ أيوة لأنه فيه هذا الغاز أول أكسيد الكربون. والشيء الثاني عنده مشكلة هذا الغاز ما تنتبه له وينعس، يعني يصيب الإنسان بالنعاس، فسبحان الله العظيم يقضي على الإنسان، يسبب له اختناق ويقتله. تفضل. المشكلة أن في الوقت يعني في وقت الدخان نسبة أول أكسيد الكربون 8 مثلا من 10 9 من 10 12 من 100 زي كذا يعني. هذه المشكلة انه يعني شركات التبغ انا اللي مغربني يعني شركات التبغ فرضت عليها ان تكتب انه خطر على اساس تخرج هي من المسؤولية. اذا جيت تحاكمها بعدين مثلا تقول لها لا انت سببتي في ضرري، ايش تقول لك؟ تقول والله احنا برأنا ذمتنا. وتدروا انه في